عليكم طلاب الرابع إعدادي بفرعيه العلمي والأدبي. اليوم راح ناخذ الدرس الرابع صفحة 49. لعن الله المتشبهات بالرجال والمتشبهين بالنساء. الإنسان في نظر الإسلام كائن سبق تكريمه عملية إيجاده وخلقه، وذلك عندما أخبر الله سبحانه وتعالى ملائكته إنه جاعل في الأرض خليفة، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. وقد لازمه هذا التكريم الإلهي في عملية الخلق، إذ خلقه الله تعالى فقال: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير مما خلقنا تفضيلا. واستمر هذا اللطف الرباني في أحسن خلقه وجمال تكوينه، فقال الله تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ومن الواضح أن هذا التكريم السابق على إيجاد الإنسان والمصاحب لذلك الإيجاد لا يختص بالرجل فقط، إنما هو شامل للرجل والمرأة على حد سواء. والحصيلة من الذي ذكرناه أن التكريم لهذا المخلوق ذكره وأنثى من أخص خصائصه وأوضح مميزاته وشكله وطبائعه تتناسب دوره في الحياة، وجعل له حرية التقرير وتحديد المصير، إذ لا يعقل أن يجتمع قهره وقصره على مصيره مع كونه مكرما معظما. والحقيقة لابد من كشفها لأبنائنا بشبابه وشاباته ما يرد لهم من تدمير في خلقهم وأخلاقهم، بعد أن غدا معظم الشباب في ذاته وفي كثير من جوانبه وشخصيته سلعة خاضعة للمقاييس التي تخضع لها أي سلعة استهلاكية تعرض في الحوانيت أو على الأرصفة. فأنت ترى المرأة في صفحات الإسلام كما ترى الرجل بشكل الدماء وبصورة مقززة، بعيدا عن القيم الإسلامية والعربية والإنسانية. فارتفعت تلك الأصوات الحاقدة على الإسلام العزيز من بعض المستشرقين الكفرة والإلحاديين، وإذ نابهم منادين بالمساواة ثم إلغاء ما خص به الله مخلوق، والهدف هو القضاء على البقية الباقية في المجتمعات الإسلامية. وإلا فهل تخنث الرجال سمة حضارية؟ وما الذي يتبقى من كرامة الرجل وهيبته إن ترى قد ارتدى قلادة أو إسوارا؟ وهل ارتدى المرأة ربطة العنق والبنطال وقص الشعر بطريقة الرجال؟ هو تحرير من قيود مفروضة. لقد قال رسول الله: لعن الله المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء. يريد الإسلام للإنسان كل احترام، وأن يخرج بزيه الطبيعي سواء في ذلك الرجل أو النساء، ولا يتزين الرجال بزي المرأة ولا المرأة بزي الرجل، إذ قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لعن الله الرجل الذي يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل. أين تكمن الجمال؟ تسعى كل امرأة للحصول على الجمال وتبذل الأموال الطائلة سعيا خلفه، وتتنافس الشركات في خدعها، وتجري المسكينة لاهثة خلفة متناسية أن حقيقة الجمال تكمن في جمال الروح، فجمال الوجه زائل لا يدوم، ومع الأيام تبذل كل الوجنات الجميلة وتغور تلك العيون ولا يبقى من الجمال شيء. إذن كيف يحصل الإنسان على جمال دائم لا يزول؟ أن ذلك يكمن في جمال الروح الدائم الذي لا يزول. فكم من امرأة جميلة الوجه لا ترى من جمالها شيئا، وتشمئز نفسك منها لبشاعة سلوكها وقبح جوهرها. وكم من امرأة ليست بجميلة الوجه، هي مثل أعلى ومحط إعجاب الجميع بحسن خلقها وعفتها. وكم من رجل وسيم يعجبك لأول وهلة، وما أن تتعرف حقيقته حتى يسقط من عينك. فجمال كل امرأة يكمن في عفتها وحيائها وأدبها. ورحم الله القائل: زينة البنت الأدب لا بحسن أو ذهب. فتلك هي التي يضمن الرجل لها ويفخر أن تكون زوجته، فيأمن على عرضه وبيته وأولاده. أما وسامة الرجل فتكون في مواقفه ودينه وخلقه وحسن تعامله، لا بعضلاته المفتولة وشاربه. فكم من الذكور من تراهم متأسف على أحوالهم، ممن لا يمتلكون غير على أعراضهم، وممن ينتهكون الحرمات ويقذفون المحصنات ويرتدون ما تشمئز به النفوس. علينا أن نسعى إلى جمال دائم لا يزول، يبقى حتى بعد رحيلنا من عالم الدنيا الزائل، حين يذكرنا الناس بالفخر والاحتزاز، ويرافقنا شيء
واحد في ذلك القبر المظلم يوم يبلي الجسد وتنال الحشرات الأرض من أجسادنا، يبقى العمل الصالح شفيعا لنا في آخرتنا، ويبقى عبق طهر أرواحنا ذكرى تخلد في غيابنا. السؤال الأول: ما نظرة الإسلام بمن يتشبه بالنساء؟ ثم بين رأيك في ذلك. طبعا نظرة الإسلام: لعن الله المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء. الحد: لعن الله الحتى، يعني هاي كله جواب كامل. جمال المرأة في حشمتها، فما رأيك بمن تبذل نفسها وتعرض مفاتنها؟ الجواب: كل امرأة للحصول على الجمال وتبذل الأموال الطائلة وتنافس الشركات في خدعها وتجري المسكينة. الحد: يعني هو شرح مو بالذات انه تاخذه، يعني تاخذ الشرح كله. انت اللي تفهمه جاوب عليه. زينة البنت الأدب لا بحسن أو ذهب. لحد هنا. ما رأيك في أن تقلد المرأة الرجل في مشيته وضحكته ولبسه؟ يعني وجاي لك ماذا رأيك؟ تقدر تاخذ يعني الجواب من السؤال. ارتداء المرأة ربطة العنق والبنطال وقص الشعر بطريقة الرجال هو تحرير من قيود مفروضة. قال رسول الله: لعن الله المخنثين من الرجال والمتبرجات من النساء. يرد الإسلام للإنسان كل احترام وأن يخرج الإنسان بزيه الطبيعي سواء في الرجل أو النساء. الحد: النساء. تقدر تضيف يعني أنت شارح من ما قلت لك، هو يعني شارح مو كأشياء محددة. هل الحرية تدعو إلى الانسلاخ عن الفطرة وعن القيم؟ ناقش ذلك. حرية التقرير وتحديد المصير، إذ لا يعقل أن يجتمع قهر وقصر على مصيره مع كونه مكرما معظما، والحقيقة التي لا بد من اكتشافها لأبنائنا بشبابه وشاباته ما يراد لهم من تدمير في خلقهم وأخلاقهم بعد أن غدا معظم الشباب في ذاته وفي كثير من جوانب شخصيته سلع خاضعة للمقاييس التي تخضع لها أي سلعة استهلاكية تعرض في الحوانيت أو على الأرصفة. حد الأرصفة. السؤال الأخير: ما الجمال الدائم الذي لابد أن نسعى إليه ولماذا؟ زين. الجواب هو قل في جمال الروح فجمال الوجه زائل لا يدوم، ومع الأيام تبدل تلك الوجنات الجميلة وتغور العيون ولا يبقى من الجمال شيء. هو قايل لك ولماذا؟ إذ كيف يحصل الإنسان على جمال دائم لا يزول؟ إذ إن ذلك يكمن في جمال الروح الدائم الذي يزول. فكم من امرأة جميلة الوجه لا ترى من جمالها شيئا وتشمئز نفسك منها لبشاعة سلوكها وقبح جوهرها. حتى هاي، وإذا تريد أضيف شرح إليك بعد يعني هو الموضوع يعني للنقاش. إلى هنا.